الاسم الاول اسمه محمد، معلش. طيب حضرتك قلت نعم ولا لا في الاستفتاء؟ لا طبعا. طب السبب؟ السبب ان احنا عايزين دستور جديد طب في ناس كتير قالوا حتى نعم. في حياه الشهداء. طب في ناس النهارده حضرتك قالوا نعم، سواء شباب او كبار، سواء حتى لو طلعت سياسيه تقول لهم ايه؟ مش السؤال في طلعت سياسيه النهارده زي الاخوان والوطن قالوا نعم، ايوه. حضرتك تقول لهم ايه؟ يعني تقول لهم ايه رد حضرتك عليهم ايه؟ اقول لهم الرد انتوا يعني مبرراتكم مش منطقيه ومبررات سخيفه وبتخوفوا الناس بحاجات مش حقيقيه. بتتكلموا على الماده الثانيه للدستور، وبتتكلموا على الاستقرار، وبتتكلموا على ان الحياه ترجع لطبيعتها، وده ملوش علاقه ابدا بلا اقواه. وانتم بتعملوا لمصلحتكم الخاصه مش لمصلحه المجتمع المصري. حضرتك ده راي حضرتك ولا راي كل حزب الوفد؟ يعني حضرتك ده رايك الشخصي ولا راي الوفد؟ ده رايي الشخصي وراي الوفد، ورأيي ده مكتوب من شهر في جريدة الوفد الدولي. لا للتعديل، نعم للتبديل. ده مكتوب من شهر، رأي كتابي يعني. بس في ناس قالت عايزين استقرار وعايزين مش عايزين فوضى، فيقول نعم دلوقتي ونستنى لا، بعد ما كده. فيش أي علاقة بين الفوضى والاستقرار ونعم أو لا. هم بيجيبوا دي حاجة لها علاقة بعمل وزارة الداخلية، وما لهاش علاقة بأنك تقول ولا لا. شكرا يا محمد، شكرا يا محمد. حضرتك ايه في الاستفتاء؟ الحمد لله. طب قلت نعم ولا لا؟ لا. السبب؟ السبب؟ عايزين دستور جديد. طيب استاذ، شاركت؟ ان شاء طب الله. الاسم الاول؟ البرنس حضرتك قلت رئيس لجنه الوفد الشمالي. حضرتك قلت نعم ولا لا؟ قلت لا. السبب؟ السبب ان احنا مش عايزين توب مترقع، عايزين توب جديد. مش عايزين نرجع لنظام مبارك تاني بطريق غير مباشر. عايزين نبقى محترمين بدستور يحترم الشعب ويديله حريته ويديله حقه مظبوط، من غير ما فلول الحزب الوطني ترجع، ولا اي جماعات كانت محظوره ترجع، وتبقى المساله الحريه للجميع والكل على قدم المساواه، وينعم بحريه حقيقيه، ويبقى دم الشهداء ما راحش هدر، والثوره ما تتسرقش بسهوله يعني، لان كده الثوره في طريقها للسرقه يعني. شكرا يا فندم. استاذ، عبد اسم الرحمن عبد الرؤوف. راي حضرتك في الاستفتاء نعم ولا لا؟ لا طبعا. السبب؟ عايزين دستور جديد. دستور ما فيش فيه اي رؤى. بس في حد طيب بيقول لك عايزين استقرار، ويمكن نقول نعم دلوقتي، يمكن نقدر ان احنا الاستقرار ما فيه، مالوش اي دخل خالص في حته نعم ولا لا. لان لو فرض ان احنا قلنا لا، هيبقى في بعد كده اعلان دستوري لفتره معينه تمشي بيها البلاد. تمام. زي ثوره 52 لما قامت والدستور اتلغى، قعدنا سنتين من غير دستور باعلان دستوري. تمام. فكل اللي بيتقال ده جماعات بترجح ده، لانهم اصلا موجودين في السوق. تمام. هم اللي متواجدين، يعني هم اكتر ناس موجودين هم وفلول الحزب الوطني. طب اذا طلع نتيجه الاستفتاء نعم، هتبقى موقفك الشخصي ايه؟ خلاص، انا ده حاجه الشعب قال كلمته. شكرا يا فندم. شكرا. الاول اسمه وائل محمد حماد. مش حضرتك قلت نعم ولا لا في الاستفتاء؟ قلت لا. السبب؟ السبب ان انا لما ببص انا جاي اصوت بنعم. لما لقيت ان في مواد في الدستور بيقول ان الرئيس هو اللي يعين النائب بتاعه وهو اللي يحل منه. ليه؟ طب امال احنا نزعنا الرئيس ليه؟ شلناه ليه؟ تمام. بس. شكرا يا فندم. الاسم؟ لا السبب. حضرتك قلت نعم ولا لا في الاستفتاء؟ قلت نعم. طب السبب؟ السبب ان في تداول سلطه. ده السبب الرئيسي يعني؟ ده السبب؟ ماشي، شكرا. طب بركاته. فوق قلت نعم ولا لا ليه؟ اسم الاول؟ اسمي صلاح احمد ادم جبل. ماشي. حضرتك قلت نعم ولا لا في الاستفتاء؟ قلت لا. السبب؟ بسبب ان عاد الدستور اتغير من اول لاخر. ده رايك؟ مش عاد رئيس الجمهوريه اللي يجي على الصلاحيات القديمه. تمام. تمام يا واخد حاج. سيادتك؟ تمام يا حاج. عايزين يعني مثلا زي ما قالوا مش عايزين قطعه قطعه. طالما هيتغير بعد كده طب ما نغيره مره واحده وننتهي. تمام. تمام. عشان الناس تعيش مستريحه، لان انا مش ضامن الرئيس اللي هيجي يجي زي اللي مشي. ما هيبقى له صلاحيات الكافيه. تمام. عنده 43 صلاحيه ممكن يثبت عليهم، واحنا شعب طيب وحنين. يعني يجي الراجل دلوقتي الحاشيه لو حلل منه يقولوا له انت هتنفع البلد زي اللي قبله واللي قبله واللي قبله. تمام. انا قلت لا، علشان اللي يجي على نظافه، له صلاحيات على قده، ما ياخدش الحاجات كلها له. ونبقى يعني مثلا يعني نبقى على حريتنا. صح. شكرا يا حاج. كان زي حضرتك ولا ما نسجلش؟ طيب ماشي. حضرتك فيك في الاستفتاء؟ سلام. شكرا يا حاج. مش كان حلو. تمام. اسم حضرتك ايه؟ رامي ابراهيم مدين. طيب حضرتك قلت نعم ولا لا في الاستفتاء؟ نعم. السبب؟ السبب ان احنا عاوزين الحياه تهدى عن كده، خد بالك،
لان انا شايف احنا دلوقتي مهددين امنيا من بره ومن جوه. تمام. في بلطجه، في عمليات سطو، في الشهور اللي فاتت ديت في ناس وقفت في العماله، في مصانع وقفت، في ناس قفلت، في حاجات كتيره اتبهدلت بصراحه. تمام. فيعني عاوزين الجو يهدى عن كده. ايه يعني لما يغيروا شويه مياه في الدستور وبعد كده هو اللي هيجي الرئيس اللي هيجي ده مش هيلحق يعمل اي حاجه. طبعا مديله فتره 4 سنين ومش من حقه يغيرها، وعشان يغيرها لازم يغيرها بموافق لجنه او يجتمع لجنه ب 100 واحد ويغيروه. فطبعا احنا عاوزين الجو يهدى عن كده وعاوزين بلادنا بعد كده تعيش في امان. فلازم طبعا. طب حضرتك في شايف في سنك النهارده قالوا لا، تقول لهم ايه؟ والله كتير يعني. هي حريه اراء. تمام. تمام. فيعني كل واحد بيشوف المصلحه العامه. تمام. فانا من وجهه نظري اللي انا قلت نعم بحيث عاوز العمليه تهدى شويه. تمام. لان انا واحد من الناس اللي هم اتضرروا في ال 25 يناير. قعدنا طبعا فتره طبعا في الميدان وكنت بروح وكده، وكانت العمليه طبعا هتصرف منين اذا كنت فاتح بيت ولا يعني انت في الاخر عايز استقرار بس. تمام. امن واستقرار. شكرا. لان طبعا في البلطجه واخده حقها، وفي ناس الله اعلم بقى يعني لا دي وراها كده. تمام. فاحنا يعني لما نقول نعم ممكن العمليه تستقر شويه الله اعلم. نعم. شكرا. دقيقة بس اسجل معاك، نعرف اسمك، قلت نعم ولا لا؟ ليه؟ اسم الاول؟ الاسم علي مصطفى علي تمام. ماشي. حضرتك قلت سؤالي نعم ولا لا؟ ده حاجه خاصه بيا بقى. ما عشان ما كل بيقول لي نعم قلت نعم، ليه لا قلت لا ليه؟ ده استفتاء يعني، ما هوش حاجه، مش انتخابات. قلنا نعم. طب السبب ورا كلمه نعم؟ انت يعني قلت نعم ديت اقتناع مثلا؟ طبعا. طب يعني نعرف بس سبب من الاسباب اللي انت قلتها، سبب واحد بس. سبب واحد بس قلت نعم دي ليه؟ ليه؟ لان مش شايفها مناسبه اساسا. بس حاجه ثانيه؟ شكرا. عبد الله مشهد محمد انت قلت ايه في الاستفتاء؟ قلت ايه فوق؟ قلت نعم ولا لا؟ قلت نعم. ليه يا حاج؟ اللي هم ماشيين عليه. ماشي. شكرا يا حاج. شكرين يا حاج. اسم احمد مصطفى ابراهيم. انت احمد قلت نعم ولا لا في الاستفتاء؟ قلت لا. السبب؟ السبب ان هم مش محجمين السلطات بتاع الرئيس. طيب تقول ايه؟ ما الرئيس بعد كده ممكن يعدل القرارات بتاعه دي ولا لا؟ طب تقول ايه الشباب اللي في سنك اللي قالوا نعم تقول لهم ايه؟ افهموا التعديلات الدستوريه دي صح الاول وبعدين يبقوا احكموا. ما تمشوش ورا اي تيار سياسي بيقول نعم. تمام يا احمد. شكرا يا احمد. السلام عليكم. اسم حضرتك؟ حضرتك قلت نعم ولا لا في الاستفتاء؟ نعم. طب السبب؟ يعني عشان البلد تمشي. ده رايك يعني؟ عشان البلد تمشي. طب في شباب وفي حضرتك قالوا لا تقول لهم ايه؟ بالنسبه للناس اللي هم قالوا لا يبقى قدامنا فتره جامده على ما نغير. ان هو الفتره جامده عن عاوزين البلد حالها تمشي. ايه حضرتك يعني؟ انما لو قلنا لا يبقى نقعد فتره جامده على ما الناس تغير. شكرا يا فندم. شكرا. كده هيتغير وكده هيتغير. شكرا يا فندم. ازيك يا حاج؟ اسم حضرتك ايه؟ السيد الزفتاوي. حاج هتقول نعم ولا لا؟ باذن الله هقول نعم عشان مش عاوزين تطويل. مش عاوزين نطول اصلا. تمام. يعني قلنا زي نعم كله زي بعضه بس نعم احسن يعني. طب الحاج في ناس كده كبار برضك وناس كبار زيك قالوا لا تقول لهم ايه؟ اللي بيقول لا دي ملهوش مصلحه. عاوزها تطول. تمام يا حاج. يعني مثلا تقعد سنه عشان تعديل الدستور، هيقول لك يقعد سنه ويجي انتخاب تاني انفتاء تاني ويقعد 5 6 اشهر ومش للمصلحه للبلد اصلا. تمام يا حاج. متشكرين يا حاج. مش مصلحه لمصر باكملها. تمام. متشكرين يا حاج. وارجو من تعديل الدستور اقرب رئيس يجي. تمام يا حاج. عشان يظبط البلد اصلا. تمام يا حاج. تمام. متشكرين يا حاج. والبلد مش مظبوطه. متشكرين يا حاج. متشكرين. السلام عليكم. اسم حضرتك؟ محمد عبد الغفار. حضرتك قلت نعم ولا لا في الاستفتاء؟ قلت لا. السبب؟ لا الميت مش هيخش العمليات. تمام. بس حضرتك في ناس شباب قالوا نعم وفرض قالت نعم تقول لهم ايه؟ والله هو كل واحد حر في رايه. تمام. بس المهم نفهم الاول احنا بنقول لا ليه وبنقول ليه. تمام. مش اكتر من كده. انا بقول لا علشان حاجه انا عارفها. اذا كان هو بيقول نعم علشان هو حاجه مقتنع بيها دي حريته. طب اذا النتيجه طلعت في النهايه نعم هيكون راي حضرتك ايه؟ النتيجه النهائيه ليه؟ طلعت النتيجه النهائيه نعم في النتيجه النهائيه خلاص قال لك نعم الاغلبيه. لو طلعت لا في حريه وديمقراطيه. لو طلعت لا هبقى فرحان طبعا. طب اذا موضوع الاستقرار والفوضى والكلام ده رايح حضرتك في ايه؟ لا الفوضى دي يعني مش مصر هي اللي بتعملها، مش الشعب المصري هو اللي بيعملها.
في ناس معينه هي اللي بتعمل الكلام ده. مش ما تقولش ان في واحد مصري هو اللي بيدخل يقتل من نفسه او بيسرق من نفسه، لازم يكون في حد محركه. ده انا مقتنع بكده. تمام. ده رايي. تمام. في ناس لها راي تاني. بس شكرا يا فندم. شكرين. السلام عليكم. الاسم الاول؟ محمود شعبان. محمود، هتقول نعم ولا لا في الاستفتاء؟ لا احنا هنقول نعم عشان الحال يمشي يعني، وان شاء الله مفيش مشاكل يعني في التعديلات. يعني التعديلات المقترحه كويسه جدا جدا عشان حال البلد يمشي، واحنا هنقول نعم في بعض الاقتراحات اللي بتقول لا، بس احنا هنقول نعم ان شاء الله عشان حال البلد. طب محمود، في شباب في سنك كده وناس كبار قالوا لا، تقول لهم انت ايه؟ قال لهم سيبونا بقى نشوف شغلنا عشان نشتغل، عشان البلد يتصلح حالها ونشتغل ان شاء الله وربنا يكرمنا. شكرا يا محمود. ازيك يا حاج؟ عايزك بس الاسم الاول. انا يا فندم. حضرتك النهارده هتقول نعم ولا لا في الاستفتاء؟ نعم طبعا. طيب حضرتك السبب ولا كلمه نعم ايه؟ يعني مطالب الثوره ومطالب الشباب اللي بيفهم بلده عاوزه ايه ومحتاجه ايه في الوقت الحالي. طبعا بس الكلام ده على فكره مش عاجب يعني. حلول النظام البائد بقى الله لا يرجعه. بس الحمد لله. طب يا حاج، في ناس كبار، في طريقات سياسيه، الوفد والجماعه وطنيه التغيير والاحرار وبتوع الثوره، وقالوا لا. انت تقول لهم ايه؟ دول بيقولوا لا، انا بقول لهم هم دول ماشيين بنظام خالد تعرف. انا عاوز اعرف بس ليهم ارضيه؟ ما لهمش ارضيه. يعني الوفد والبلدعي وعمرو موسى الناس ديت بيقولوا لا. يا عم الكلام ده كله زي عدم ولا بلدعي ايه اللي قاعد ده؟ ما يعرفش اولاده اذا كانوا مجنسين بالجنسيه المصريه ولا الاجنبيه. تمام يا حاج. انت حضرتك رايك نعم للتعديلات الدستوريه دي؟ طبعا. تمام. طبعا. وكلنا انا عن نفسي عملت ورق ومررته على المساجد وائمه المساجد بان كلمه نعم ديت بتغيرنا من حال ادنى لحال مرتفع يعني، ونطلب من ربنا انه يولي من يصلح. شكرا يا حاج. شكرا. طيب.